التسويه الجماعيه ما بقى ليها والو تبدا، جمعتي الدوسي كلشي مريقل، ولكن فين غندفع هذا الدوسي؟ هذا السؤال هو اللي غنجاوبوا عليه في هذا الفيديو. كالعاده سجل عندك الفيديو ولا صيفطو لصاحبك يقدر حتى هو يستافد منه. كيفاش نقدر ندفع الدوسي ديالي؟ الحكومه حددت المكاتب اللي غيكون فيهم استقبال ديال الملفات. ملاحظه هاد المكاتب مكلفه غير باش تشد الملفات، ماشي باش تعالجها ولا تعطيك القبول ولا الرفض. المكاتب اللي غيكون عندها الترخيص باش انها تشد الملفات هي كالتالي: مكاتب الهجره الاكسترانخيريه اللي كانت مولفه كتشد الملفات، وهاد المكاتب عادي هما اللي كانوا في الاول كيشدوا كيتريتيو الدواسه. حددوا كذلك بعض المكاتب في الضمان الاجتماعي سيغوريداد سوسيال. هاد ثلاثه ديال المكاتب اللي قلنا هما مكاتب حكوميه يعني ديال الدوله. غيتزادوا عليهم الجمعيات ولا المؤسسات الحكوميه ولا الخاصه، ولكن اللي عطاتهم الدوله الترخيص باش يتكلفوا بهذه العمليه، وهادو كيكونوا على حساب الجهه ولا المدينه اللي انت فيها. يعني خاصك تسول مزيان واش المؤسسه اللي غندفع فيها ولا الجمعيه عطاتها الدوله الترخيص باش انها تستقبل الملفات. المحامون واللي بطبيعه الحال هما عندهم الصفه القانونيه انهم يدفعوا لك ويتبعوا الملف ديالك. هاد المؤسسات ولا الجمعيات اللي هضرنا عليهم راه غيقدموا لك الدوسي ديالك بالمجان يعني فابور. اما بالنسبه للمحامون راكم كتعرفوا ضروري خاصك تخلصوا. انا ما كنقولكش سير الجمعيه ولا سير عند المحامي، انت كتشوف اللي مسلكك والجهه اللي كتثق فيها. واخر حاجه تقدر تقدم بها الملف ديالك واللي نورمالمون هما ذكروها هي الاولى، هي السيرتيفيكا دي خطاب. الا كانت عندك تقدر تدفع راسك. وبالتوفيق والله يسر للجميع.